سلام البنات، دائما مع مطبخ فاتن المغتربة. نتمنى منكم ان شاء الله تدعموني بلي لايك والبارطاج، واللي ما راهش مشتركه معايا تفعل زر الجرس باش يوصلها كل جديد. اليوم جبت لكم وصفه تاع الزيتون. احنا الناس الغرب نقولوا له الزيتون محمر، يجي شباب وبنين ووالم كاع المناسبات. هنا جبت كميه تاع الزيتون، درتها في طاوه، درت له الماء ونصف ليمونه ودرته فوق النار يغلي. ما تكثرولهش طياب بزاف، حاجه 10 دقائق وطفوا عليه. وهنا في جهه تانية رحت جبت مرسو تاع اللحم، درته في الكيكوطه. درت حبة بصلة صغيرة رابيتها مع ورقة نتاع رند، وزدته مغرف ونص نتاع زبدة، شوية فلفل أسود، شوية زعفران، طواجين قاع نتاع المحمر ديروا فيهم زبدة. وزدت هنايا شوية زيت ونديرهم يتقلوا على نار متوسطة. من بعد نمرق بالماء ونبلع على اللحم حتى يطيب اللحم باش نزيد باقي المكونات. هنا في جهة جبت كمية تاع قزبر، 3 فصوص توم، زدتهم شوية ماء وميكسيتهم بالميكسور. هاد الثوم والقزبر يمدوا للزيتون بالنشابة. وهنايا ما تكتروش القزبر، ديروا غير شويه تاع قزبر باش البويون تاع الزيتون تاعكم ما يجيش خضر، اللون تاعه ما يجيش خضر. وهنايا في جهه كان عندي طوماطيس تاع قوطي، انا هذه جايه خفيفه ليكيد، درت مغرف وزدت شويه. كيما اللي عندكم ديروا غير مغرف وما تعمروهاش مليح. خلطتها مع هذاك الثوم والقزبر ونزيدها على هذاك الزيتون واللحم. ودرت نص فنجان تاع ماء، زدته مغرفه كبيره تاع فرينه، وزدتها قطرات من الخل، ونخلط كل شيء ونخليهم يعقدوا. وهنا تاني زدت مغرف صغيره نتاع سكينجبير، ونخلو هاد الزيتون حتى يعقد، ما يديكمش وقت بزاف، ومن بعد طفوا عليه. وهنا في جهه رحت جبت كميه تاع قزبر وثوم، زدتهم على لحم الدجاج. لحم الدجاج هنا كان عندي كويس، واللي عندها صدر دجاج يجيها خير من الكويس. هنايا درت قلت لكم كميه تاع دجاج كويس، قلعت له العظم والجلد، وزدت له ثوم وقزبر ونطحنا في الاشوار. هذه باش نخدم بها الكريات اللي زوقت بهم الزيتون. ونزيدهم لي زيبيس، كركم وفلفل اسود، فلفله حمراء، وشويه نتاع الملح، ولا شابليغ، مغرف كبيره تاع لا شابليغ. هاد لا شابليغ في هاد الكريات تعطيهم طراوه، ما يجيكمش قاصحين كي تقلوه. والزيتون تاعكم ما تسهوش عليه، ما تخلوهش حتى ينشف بزاف، غير يعقد شويه طفوا عليه. هنايا زدت مغرف تاع لا شابليغ معمره مليح، نطحنها مليح مع هداك اللحم. وهنايا جبت زلافه، حطيت فيها هداك اللحم اللي طحنته مع لا شابليغ والثوم والقزبر، باش نبدا نزيد لهم لي زيبيس. هنا زدت شويه فلفله حمراء، شويه فلفل اسود، وشويه تاع الكركم. وزدت نص مغرف صغيره تاع ثوم مجفف، ونص مغرف صغيره نتاع سكينجبير. سكينجبير يعطيهم بالنشاب لهاد الكريات. ونبدا نخلط فيهم مليح، ونزيد شويه نتاع الملح. هنايا جبت كميه تاع فرماج وفرينه والبيض ولا شابلور باش نبدا نخدم الكريات هادو.
يليق ندير كمية تاع زيت في الكف تاع يدي باش كي نسرح هذاك اللحم في يدي ما يبداش يلصق لي. وانا قطعت الفرماج مربعات وجدته باه نديره في وسط اللحم. كما كتشوفوا قلت لكم دهنوا يديكم بالزيت، تبداو تسرحوا في هذاك اللحم على الكف تاع يديكم وديروا مربع تاع الفرماج في الوسط، تكوروا مليح هنا يليق تكوروها مليح باش كي تقلوها الفرماج ما يخرج لكمش على برا. ما يليقش كاع تخلوه هكا فتحه ولا تشققات، ولا يليق تكوروا مليح هذاك اللحم. ديروه في الفرينه ترمدوه ومن بعد ديروه في البيض ومن بعد ديروه في لاشابلو. كما قلت لكم اللي ما راهش مشتركه معايا تفعل زر الجرس باش يوصلها كل جديد، ودعموني في قناتي بلي لايك والبارطاج. قلت لكم ديروهم في الفرينه ومن بعد ديروهم في البيض ومن بعد ديروهم في لاشابلو. وهنا كنت دايره كميه مليحه تاع زيت في المقله، ما ديروش شويه يليق ديروا كميه مليحه تاع زيت، ودرتها على نار متوسطه وخليت الزيت يحمى باش نبدا نقلي فيه هاد الكريات. كي يدوا لكم كولير شابه دوغي تقلعوهم. هاد الكريات يجوا شابين يجوا بنان كي ينقلوا، تجي فيهم ديك القرمشه تاع لا شابلور، ومن الداخل هذاك الفرماج يدوب يجي شباب وبنين. هنايا نبدا نقلي كيما راكم تشوفوا كميه مليحه تاع زيت. كي تشوفوهم تحمروا لكم من تحت عاودوا قلبوهم، خص تعطوهم كولر وحده. هنا جبت طبسي درت فيه ورق طبخ باش كي نقلع هاد الكريات نديرهم تما، كاش قطره ولا تاع زيت يشربها هذاك الورق. الحاجه كاع اللي تكون مقليه في لاشابلي وما تشربش الزيت. هنا من بعد اللي نقلاو شوفوا كولر شابه داوها. هنا جبت هاد الفرماج تاع لي ساندويش، كاين الابيض وكاين هاد الاورانج، انا كان عندي غير هاد الاورانج. وجبت الطابع الصغير كاع في الطوابع تاع الصابلي، هادو ينباعوا 6 مع بعض، الصغير فيهم كاع جبته شكل مربع، وكاين كيفهم شكل دائري، كل وحده ودير لي عندها. نبدا نقطع في هذاك الفرماج ونديره فوق الكريات. وجبت كيوردون درت فيه حبه زيتون كحله وحبه زيتون خضراء. وهنا دائما نقول لكم كل وحده وديكوري على حساب واش عندها في دارها. هنا نكمل كاع هاد الكميه اللي عندي باش نوريه لكم في طبق تقديم ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفات، والوصفه تاع الزيتون بهاد الطريقه يجي شباب بزاف. ها هو هنا في الاخير كاع شوف الشكل تاعه كي جا شباب. زوقته بشويه تاع القزبر قطعته رقيق. نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، وما عليا غير نقول لكم تبقوا على خير، تهلوا في رواحكم في وصفه جديده ان شاء الله وفي فيديو جديد. بسلامه.